ما شاء الله داخل مطبخ ولد عمي. فلوحة فنية هنا. مين اللي يحب الشغلات هذه؟ السلام عليكم. كمان شوية حصور لكم طريقة الشاي المغربي على أصوله، خصوصا بعد أكلنا للبيك. شوفوا يا جماعة الخير، نعناع وحبك، وهنا الشاي المغربي، وعشان البراد كبير حطيت 3 ملاعق صغيرة شاي مغربي. أول خطوة سويتها حطيت عليها شوية موية مغلية، وعشان أغسل الشاي وأرجعها مرة ثانية وأغسلها مرتين وثلاثة. شوفوا كيف، هذه حطيت دفعة ثانية من الموية عشان أغسل الشاي المغربي نفسه. دحين بعد ما غسلته، دحين ححط اللي هو الحبك والنعناع في البريق نفسه. بالنسبة للسكر حطيت 4 ملاعق ونص، 4 ملاعق كبيرة ونص. ونحطها دحين على النار الين نشوفها تبدأ تغلي، وبعدين خلاص نطفي عليها ونصبها. لو تلاحظوا بدأت الفقاعات تطلع، دحين خلاص نطفي عليها ونصبها طبعا على الفناجين حقتها الخاصة في علشان السكر يتحرك وكل شيء داخل الموية، فاحنا نسويها مرتين ثلاثة كذا ونرجعها في البريق نفسه. لما تيجي تسكب كذا لازم تطلع فوق البريق 2 3 أمتار يمكن عشان تعمل الرغوة هذه.